يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. اول ما تدخلي كده حطي لي لايك من ايدك الحلوه، واكتبي كومنت من كومنتاتك الجميله. الله يخليكم ليا ولا يحرمني من وجودكم الحلو ابدا. عايزة أقول لكم امبارح كنت باعمل غرفة، الفيديو نزل لكم اللي هي غرفتي، وقُلت لكم إن سمسم كان غار وعايزني أعمل غرفته بالمرّة. أنا كده كنت هادخل عليها، بس بصراحة ما كانش نفس اليوم لإني كنت تعبانة جدًا، فهتيجوا تلاحظوا تلاقيني مرهقة جدًا، لإن الغرفة بتاعتي خدت مني وقت كبير جدًا، جدًا في التعب والتنضيف والحاجات دي كلّها. أكتر غرفة ضايقتني بصراحة، إنما غرفة الولاد بصراحة ما حسيتش بيها خالص، ولا جنى حسيت بها. فأنا بعد ما خلصت غرفتي لقيت سمسم شايل الفرشة من على الأرض وعايزني أعمل هو كمان، قال لي أنتِ فرشتِ غرفة جنى وغرفتِك لسه غرفتنا إحنا كمان. هنا كنت باقيس البتاعة ديًا الجاكيت كان جاي له شوية العبيان اللي هتشوفوهم في آخر الفيديو، والبتوع دول من علياء من الإمارات، الله يصلح حالها ويخليها لولادها يا رب. فهُم كانوا العبايات دول العبيان إحنا بنسميها يعني العبايات الرجالة دي إحنا بنسميها عباية، أنتم فاهمين قصدي؟ أنا مش عارفة أنتم عندكم في الدول اللي برّه بتسموها، لإن أنا قُلت قبل كده عباية رجالي تقولوا لي ما ينفعش تقولي على رجال عباية. مش عارفة إحنا بنسمّي عندنا كده، يقولوا إيه عباية صلاة، عباية الرجالة كده يعني. المهم، كانت جايبة العبايات دي، كان عمرو نِفْسه أوي في واحدة منهم، بس طبعًا كلّهم قصيّرين، لا هم كبار على سمسم وصغيّرين على عمرو، يعني مش جايبين لا عمرو ولا جايبين حسام. بس ربنا يصلح حالها يا رب ويخلّي لها ولادها يا رب. كانت باعتاهم لي مع العبايات بتاعتي. المهم يا بنات، فطلعوا من نصيب سمسم ييجي حركة 6 والّا 7 عبايات، إن شاء الله السنة دي ممكن يكونوا على مقاسه كده ويروح يصلّي فيهم الجمعة يعني بإذن الله. بس كده، فهاورّي لكم في آخر الفيديو. عايزة أقول لكم أنا بقى كنت جايبة لهم شوية الهدوم ديًا معايا، قُلت بقى إيه أرتّبها بالمَرّة. أنا ما كنتش حاطاهم في الكيسة من يومها لأ، هُم كانوا برّه، فكانوا يعني محطوطين كده أي كلام، فأنا عشان أجيبهم منها حطيتهم في قلب الكيسة في قلب الدولاب، عشان إيه، كنت باودّي كل حاجة حد في غرفته عشان أبدأ مرّة واحدة، ما أكونش محتاسة يعني، لإن كانت الهدوم كلّها فوق بعض. المهم هُم شوية صغيّرين يعني ما خدوش معايا وقت في الطوي. حطيت بقى الحاجات اللي بتاعة عمرو فوق عشان سمسم ما يوقعهالوش، وحاجة سمسم خلّيتها لتحت، وسمسم اختار الضرفة الكبيرة عشان هو عنده بقى زي ما قُلت لكم عبايات كتير، فهو اختار فيها. كان لابس مرّة الجاكيت الأحمر المنقّط ده بالطاقية على العباية البيضا، يا لهوي على جمال سمسم! لو لقيت الصورة هاحطها لكم هنا. كان لابسها العيد الأضحى اللي قبل اللي فات، لأ العيد الأضحى اللي فات، إنما اللي فات كان عيد الفطر. المهم، كان قمر فيها، كان رايح صلاة ال العيد يعني مع باباه. إن شاء الله في صلاة العيد ألبسها له يعني. لكن عمرو يا خسارة، يعني عمرو ما لوش، إن شاء الله بإذن الله لمّا ألاقي حد بس إيه عنده عبايات من دي مقاس عمرو هاجيب له، لإن باباه عنده وسمسم عنده، عمرو لأ. فهنا بقى كنت باعلّق لهم القمصان والحاجات دي اللي هيلبسوها في العيد بقى، لإن إيه، أنا ما جبتلهمش هدوم للعيد. سمسم عنده الطقم ده لسه جديد، يعني اللي هو الطقم الزيتي ده ما كانش لبسه في العيد اللي فات، فهو لسه جديد، فيا دوبك هيلبسه على بنطلونه، وعمرو طبعًا عنده طقمه مش مهلوك أوي بتاع العيد اللي فات هيلبسه، وجانا هكذا يعني. تمام، هنا بقى باحط التيشيرتات بتاعة عمرو، اللي بالاقيه بقى مثلًا صُغر على عمرو باحطه لسمسم كده. أنا كنت أصلًا مفنطة الهدوم دي هناك. هنا جنى طبعًا ما كانتش واخدة بالها إنها ظهرت في في المراية، وعمرو برضه ما بيحبش يعني يظهر، بس هو يعني هو شاف نَفْسه في المراية قال لي خلاص. أنا ولادي كده ما باحبش أجبرهم على حاجة، مش عايزين يظهروا خلاص. مش اللي هو باجبرهم يظهروا وما أعرفش إيه. فقُلت بقى خلاص، طبعًا أنتم عارفين سمسم حشر نَفْسه يعني. سمسم بيحب إن هو يساعدني، حتى لمّا أكون باغسل مواعين، "والنبي يا ماما اغسل معاكِ المواعين." المهم، زي ما أنتم شايفين هنا بقى باعلّق بدلة سمسم، ما لقيتش البنطلون بتاعها، وبنطلون العيد بتاع عمرو ما لقيتوش، يعني ما لقيتوش في وسط الهدوم. فالظاهر أنا نسيت الحاجات ديًّا في الشقة هناك، لمّا آجي مثلًا رايحة هناك الشقة هابقى أجيبهم يعني، ونتطمن على الشقة، وأبقى أشاركها معاكم بإذن الله لو رُحت بإذن الله، لإن كده هاروح على العيد، عشان أعيد بقى على ولاد أخواتي يعني وكده، فهاروح، بس لازمًا أجيب الحاجات دي قبل العيد عشان ولادي يلبسوها. آآ إن شاء الله خير يعني، كل سنة وأنتم طيبين طبعًا، وربنا يعيد عليكم الأيام بخير. هنا كنت رُحت جِبت الكيسة ديًّا اللي فيها الحلقات، اللي هاركبها للستارة، لإن طبعًا نظام الستارة بتاعتي زي ما أنتم عارفين بيبقى يركب له حاجة تانية، فكنت شارية حلقات كده باركبها للستارة. عايزة أقول لكم، أنا عندي كان، لو أنتم فاكرين إن في غرفتي هناك كانت عندي ستارة نفس لون الكابوتينيه اللي على السرير اللي هو ورايا ده، كان لونه رصاصي فاتح. كانت نفس لون السرير بالضبط، بس جانا لمّا جينا هنا، جانا خدتها قالت لي: "لأ أنا عايزاها في غرفتي." قُلت لها: "سيبيها لأخواتِك نفس لون الغرفة بتاعتهم." قالت لي: "لأ."
فاختارتها لإن برضك سريرها فيه رصاصي مع pink. فقُلت خلاص مش مشكلة أحط لهم ديًّا. بس بصراحة يعني أنا حطيتهم الاتنين على بعض ليه، يعني حسيت إن أنا يعني هاعملها كده في النُص زي ما أنتم هتشوفوا دلوقتي، زي كشكشة كده وكأنها فيونكة كده في النُص، بس حسيت إن هي كاتمة الأوضة أوي. وبعدين شباك عمرو أنا مش بافتحه، يعني بافتحه بالنهار وبالليل باقفله لإنه هو على منور. يعني ممكن اللي يقف يعني مثلًا المنور ده يعني ممكن شباك الحمام وشباك المطبخ بتوعي وبتوع الجيران يشوفوا أوضة عمرو. فيعتبر يعني إيه، اللي هو مش بافتح الشباك كتير أوي، يعني بافتحه ساعة ساعتين كده بالنهار وخلاص. فيعتبر ستارة مش ليّا أوي يعني. وبعدين الشباك صغنن، مش جايب إلا شوية هوا كده حلوين وخلاص، يعني مش جايب لا شمس ولا أي حاجة، بس لازمًا أهوي الأوضة. فقُلت بقى أعمله كده، بس في الآخر خالص يعني أنا حطيت الستارتين على بعض. الفكرة دي كنت شُفتها على التيك توك فقُلت أبقى أجرّبها يعني. وكان نِفْسي أعملها عند جَنَا بس الماسورة طلعت صغيرة عند جَنَا أوي، فهابقى أجيب لها ماسورة أكبر. المهم بقى إيه، حتى الحلقات اللي علّق عليها الماسورة ديًّا مكسورة، بس يالّا مش مشكلة، كويس إن في حاجة مكانها محطوطة يعني. المهم علّقتها زي ما أنتم شايفين أهو. و وهنا أهو عايزة أقول لكم الوضع ده، بس أنا حسيتها إن لأ، يعني مش اللي هي كاتمة أوي أوضة الصبيان ومش حلوة. أهو. نسيت أقول لكم على حاجة، ناس كتير بتقول لي: "يا منى تفصيلة الأوضة كده وحشة رجّعيها للنظام الأولاني." عايزة أقول لكم يا بنات أنا تعبت من النقل بصراحة، وتعبت من الترتيب والتنضيف، سيبوني بس أهدى شوية وأعمل الفكرة اللي أنتم بتقولوا عليها. بس صدقوني اللي بيقول لي: "رجّعي السرير في الجنب، زُقي السرير" ما أعرفش إيه، عايزة أقول لكم في عواميد بس أنتم مش واخدين بالكم، يعني العواميد مش ظاهرة معاكم في التصوير. لو أنا عملت الدولاب عند الباب زي ما أنتم بتقولوا لي عند فتحة الباب، مش هيبقى في مكان لفتحة الباب لآخرها يعني، بس أنا هاجرّب يعني، بس فيما بعد مش الوقت. اللي هيقول لي: "يا منى طب هيحطّوا السريرين قصاد بعض." عايزة أقول لكم ده بالعكس الفكرة دي جميلة ليه، لإني باخاف على إن سمسم يُقع. يعني لو سمسم سريره بعيد عن بتاع عمرو يعني مفتوح من الجنب ده ومن الجنب ده، ممكن وهو بيتقلّب يُقع. يعني لإني أنا أكتر الأوقات بانام مع سمسم في الأوضة، يعني بانام جنب سمسم وعمرو قصادنا. عشان باعوّد سمسم ينام لوحده، وفي نفس الوقت عشان إيه، ما يخافش أو ولادي يهيبوا الأوضة ويخافوا منها، أنتِ فاهمينّي؟ فبانام جنبهم يعني عشان يتعوّدوا على الأوضة. بس ما أعرفش أسيب سمسم سريره مفتوح من الجنب ده والجنب ده، لا يقوم متقلّب يقوم واقع، لإن حصلت قبل كده كام مرّة يعني. فالمهم أنا جِبت لهم الطقم الجديد مش خسارة فيهم بقى يالّا نفتح كده ونهنّي وندلّع نفسنا. طبعًا شرحت لكم موضوع ال المفارش الجديدة دي في الفيديوهات اللي فاتت، فقُلت بقى إيه، أبدأ إن أنا أجمّعها كده وأعملها. عايزة أقول لكم ولادي مش حابين الغزالة بتاعة شكل الغزالة اللي في التكوية دي، فقُلت خلاص مش مشكلة جانا تاخدها. هي جانا عندها في طقمان كنت جايبة لها طقم كبير يعني في قلبه تكويتين، ممكن تجيب هي الوردتين وتاخد هي الغزالة ديًّا عندها. بس كده، ولإن نفس لون ملاية وكوفرتة عمرو وسمسم نفس ملاية جانا بالضبط، بس دول أطفال وبتاعة جانا سرير كبير، لإن جانا زي ما قُلت لكم ما لهاش مِجوز، جايبة لها طقم للكبير، يعني ممكن أنا أبقى آخده للسرير الكبير بتاعي. المهم جِبت لهم كده يا بنات وبدأت إن أنا إيه، أشيل لهم بقى كده الحاجات الكراتين ديًّا ملفوفة لفة تحسّي إن الكرتونة تقيلة وأنتِ شايلة الطقم، وفي الآخر طلعت تُقل من الكراتين اللي هُم حاطينها دي. بس كده وبدأت إن أنا أفرش بقى. سمسم كان متحمّس جدًا عشان السرير هيتفرش ويبقى شكله حلو، لإن زي ما قُلت لكم بقى لنا أسبوع بيناموا على البتاعة دي. طبعًا أنا كنت غاسلة الكفرات دي، غاسلاها قبل ما أحطها يعني فضلوا عليها الأسبوع ده. هي كانت نضيفة بأمانة، لإن أوضتهم كانت مفروشة، الفرش اللي أنتم شايفينه على الأرض ده. بس أنا قُلت بقى إيه، قبل ما أحط لهم الملاية كنت هاغسلهم، سِبتهم اتغسلوا واتشمسوا في الشمس وكل حاجة، وبعد كده إيه، فرشتهم وأنا باصوّر معاكم في الأول. بس كده وطبعًا أهو الطقم جميل وزي الفل. والكوفرتة عجبتهم أوي واستغطّوا بيها بالليل عشان هُم بيبردوا الصبح، هوا الصبح بيبقى صعب. وطبعًا ولادي بيسهروا لإن طبعًا مش وقت مدارس بقى يناموا بدري والحاجات دي كلّها، لأ إحنا في توقيت يعني إيه، السهر بقى والصيف والجو حَر والحاجات دي كلّها، فولادي بيسهروا. فرشت كده الغرفة ما خدتش معايا وقت بصراحة، يعني أنا لو كنت بدأت فيها في الأول خالص كنت زماني انتهيت، بس أنا اللي مش عارفة كان مالي يعني اللي هو كنت في حالة لا يُرثى لها. اللهم لك الحمد. هنا بقى حطيت المعطر وعطرت الأوضة وبقيت يا سلام جميلة. عايزة أقول لكم السجادة دي بس عايزة تتغسل، بس يعني إيه، خلّينا بعدين، يعني الحاجات دي نأجلها بعدين. أمّا السجادة التانية الطويلة التانية هي نضيفة، كانت أول مرة تتفرش، يعني كنت شارياها وما كانتش اتفرشت خالص. سبحان الله كنت شاريها عشان أحطها قدّام التويلت هناك في شقتي هناك، دي كانت بتاعة المطبخ. سبحانك يا رب! يعني اتغسلت اللي تحت ديًّا اتغسلت وما اتفرشتش في المطبخ، والتانية ما اتفرشتش ولا مرّة، ولا اتداس عليها هناك خالص.
رأيكم بقى، رأيكم في المفارش والكوفرتا. عايزة أقول لكم بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، الأوضة بتاعتهم جميلة. هابقى أعمل زي ما أنتم قلتوا لي السرير ديّة نجيب الشباك بتاعها مطرح التسريحة، وأنا باعرف أعدّي والله، يعني المنظر حلو يعني ما تقلقوش. لإن في حاجات كتير حصلت يعني إيه في موضوع غرفة نومي أنا، فهاضطر آخُد هنا بقى إيه حاجة ولادي، يعني اللي أنتم بُصّوا هتبقوا يعني إيه، هنوصل بس لحل في الموضوع اللي أنا حكيت لكم الفيديو اللي فات عنّه، وهنشوف الدنيا. هنا حطيت باسكت الزبالة ديًّا أعزكم الله عشان لو حطّوا بقى منديل ورق بتاع، لإن أنتم عارفين إن ولادي بيحبّوا يقطّعوا الورق والحاجات دي كلّها. حطيت هنا الفرشة كنت جايبة لهم جديدة، وجايبة لهم الكريم ده جديد، وطبعًا دي بتاعة نضارة عمرو. وهنا سمسم حاطط السوبرمان ده والّا سبايدر مان، سبايدر مان. طب قُل لهم سبايدر مان. سبايدر مان. قاعد جنبي وأنا باسجل الفيديو. المهم وكان نِفْسه أوي إن غرفته تتعمل. هنا زي ما أنتم شايفين حطيت هنا الباسكت أهو. تحسّي إن الغرفة سبحان الله كل الألوان متناسقة كده. هنا بقى باقول لكم أنا هاشيل الستارة دي وهاسيب لهم التنتِل بس، التنتِل اللي تحت دي. تبقى بس إيه، موجودة كده، وآخد أنا دي أحطها في غرفتي، لإن زي ما قُلت لكم الفيديو اللي فات مش مقتنعة بستارتي خالص، ستارتي مش حاسة إن هي ماشية مع الجو. فهنا كنت باقول لكم على الفكرة دي، كنت هاجيب لها شريطة وأعملها كده، بس لأ، حسيتها لأ، إن هي مش أوي يعني، هاسيب لهم بس التنتيلة والّا مش عارفة بيسموها إيه. دي واخدة ستاير شقتي كلّها. تعالوا بقى نفتح أوريكم أنا رتبت الدولاب إزاي. عايزة أبقى أجيب ملمع إزاز عشان أبقى أمسح لهم الإزاز. الرف اللي فوق ده فاضي لإن أنا لسه هاجيب له حاجات الملايات بقى والحاجات دي. هنا حطيت تيشيرتات عمرو، وهنا الحاجات يعني شبه الخروج برضك مع التيشيرتات اللي فوق والداخلي تحت، وبرضك الداخلي بتاع سمسم تحت أهو. طبعًا يعني حاجات كده بسيطة يعني، ما باحبش الكركبة بصراحة. وهنا حاجات النوم والبناطيل بتاعة عمرو، وطبعًا التاني كانت تيشيرتات سمسم. تعالوا بقى نروح على الناحية التانية، ده طبعًا سمسم اكتسح المكان. هنا الملايات بتاعتهم، وطبعًا دي العلب الفاضية سايباها برضك ممكن أحتاجها فيما بعد، أمّا آجي أنقل والّا حاجة باحط فيها الصيني. وهنا طبعًا شوية حاجات كده، البورنوس بتاع سمسم، وطبعًا ده الطقم اللي باقول لكم عليه جديد أهوًا، هابقى ألبسه لسمسم في العيد لإن ما لبسوش العيد اللي فات. وهدوم بقى الخروج بتاع سمسم كان بيعلّق بقى. عايزة أقول لكم عِدّوا بقى معايا كذا عباية. عايزة أقول لكم يعني بصراحة مبسوطة بيهم أوي، باحب أنا شكل الحاجات دي أوي، بالذات إن خامتهم جميلة جايين من الإمارات يعني ما شاء الله يعني ربنا يبارك لها يا رب علياء. زي ما أنتم شايفين شوفوا، دي جميلة أوي عجبتني، بياضها حلو. آمم بُصّوا بقى هنا زي ما أنتم شايفين بقى البتاع اللي باقول لكم عليه ده، سمسم مرّة لبسه كان تحفة، مش عارفة أنا سِبت لكم الصورة والّا لأ. هافتكر دلوقتي وأحط لكم الصورة اللي كان لابسها. هنا بقى وعلّق بقى شوية الحاجات، هو كان بيعلّق معايا وبيعمل معايا. هنا عايزة أقول لكم الفكرة دي، كانت الماسورة دي مقطوعة 2 وما كانش الدولاب ده ماسورة، فقُمت جايبة عصاية مقشة قديمة وقُمت رايحة حاطاها جواهم، دخّلت العصاية جوّه الماسورة والاتنين شبكوا في بعض ومش باينة العصاية المقشة خالص. شُفتوا بقى الفكرة دي؟ المهم عايزة أقول لكم بقى إيه، حطّوا لي لايكات حلوة وشجعوني بcomment حلو، وإن شاء الله الأيام الجاية نبقى في روتينات حلوة، بس إن شاء الله نخلّص المطبخ بقى، زي ما إحنا خلّصنا الأوض كده وخلّصناه، ندخل على المطبخ بقى، لإن المطبخ بُصّوا كنت شايلة هَمّه جدًا، وإن شاء الله أبدأ أعمله معاكم، لإن بصراحة يعني عايز وقت ومجهود وعايز حاجات كتير أوي. وبعد كده نفضى بقى للغسيل وروتيناتنا العادية. عايزة أقول لكم أنا شوفوا عادي باعدّي عادي يعني، اللي هو ما فيش أي حاجة يعني. بس كده الحمد لله على كل حال. وزي ما أنتم شايفين الدنيا إيه رأيكم؟ أنا مبسوطة أوي بالملايات الجديدة دي. ممكن أحط الكوفرتات بشكل تاني يعني، بس أنا اخترت إن أنا أحطهم كده في الوقت الحالي، وعشان ولادي هيناموا. أشوفكم على خير دايمًا، فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.